الآن كنتواجدوا أمام المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط. العمل المنظمة وضعت شكاية ضد المدعو عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الغير قانونية على التطاول ديالو على الوحدة الترابية ديال المملكة المغربية. من أنت؟ أنا أقول له الآن من أنت باش غتكلم على الحكم الذاتي؟ واش اليوم السيد تيقول الموقف ديالنا ديال الجمعية ديالنا وكذا إلى غير ذلك بحقوق بهذا الحكم الذاتي؟ لا اسمح لي، أنا كنسكروا هادشي، أنا كحقوقيين وكإعلاميين نستنكر ما قاله اليوم عزيز غالي. المغاربة عطوا الغالي والنفيس من أجل الوحدة الترابية ومنذ قرون مع موقف الأمم المتحدة. طبعا الأمم المتحدة تدعم خطة الحكم الذاتي. لا، إلا كانت تدعم الحكم الذاتي علاش كاين تفاوض؟ طبعا لأن حنا داخل الجمعية موقفنا واضحا. الجمعية موقفها من قضية الصحراء واضح. ما هو موقفكم؟ مثلا في المؤتمر الخامس كان الموقف ديال الجمعية ومع تقرير المصير. ما هو موقفكم؟ مع تقرير المصير. نقول لك انا مني شفت داك الشيء ما صدقتش نفسي، ما صدقتش نفسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا التصريح الخطير ديال عزيز غالي حول الصحراء المغربية، قضية الحكم الذاتي والتفاوض، وكيفاش أن هذا التصريح الخطير قرب للدنيا. الجمعية المغربية الحقوقية كتقدم شكاية ضد عزيز غالي بعد تطاوله على الوحدة الترابية والصحراء المغربية. كذلك حليم ومجموعة من البرلمانيون اللي ردوا بقوة على التصريحات ديالو المعادية للوحدة الترابية. نخليكم تشاهدوا الفيديو. الآن كنتواجدوا أمام المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط بتاريخ 18/12/2024. الأمانة العامة المنظمة وضعت شكاية ضد المدعو عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الغير قانونية على التطاول ديالو على الوحدة الترابية ديال المملكة المغربية وعلى الاستفزازات في حق الشعب المغربي. للأسف الشديد التصريحات ديال المدعو عزيز غالي تم استغلال ديالها من طرف الأعداء ديال الوحدة الترابية. إلا اليوم الأمانة العامة تدين حول التصرفات الغير مقبولة، وعندنا الثقة في سيد وكيل الملك ديال المحكمة الابتدائية ديال الرباط، وعندنا الثقة في سيد رئيس المحكمة، وعندنا الثقة كذلك في المصالح الأمنية. الشكاية ديالنا وضعناها لدى النيابة العامة. وإلا كنبغي نحيي الجالية المغربية، كنبغي نحيي كذلك المغاربة على التنديد ديالهم وعلى الاستنكار ديالهم ضد المدعو عزيز غالي، باش نشوفوا هذه الجمعية اللي هي خارجة على القانون كتطاول على الوحدة الترابية ديال المملكة المغربية الشريفة وتطاول على المؤسسات الأمنية والقضائية والسلطات المحلية، وحنا كمنظمة غنبقاو ساكتين. للأسف عندنا الثقة، راه المغرب صحرائي والصحراء في مغربها، وحنا التوجه ديالنا واضح، الشعار ديالنا واضح، والله الوطن الملك، والله ولي التوفيق. صحراوي. طبعا لأن حنا داخل الجمعية موقفنا واضحا. الجمعية موقفها من قضية الصحراء واضح. ما هو موقفكم؟ مثلا في المؤتمر الخامس كان الموقف ديال الجمعية ومع تقرير المصير. من بعد ذلك فاش بدا التفاوض بين الحكومة المغربية والدولة المغربية والجبهة، أصبح موقفنا هو حل تفاوضي يرضي جميع الأطراف ويجنب المنطقة الحرب. في إطار الحكم الذاتي؟ لا، كلام خطير. لا ماشي خطير، هذا هو الموقف ديال الجمعية. إلا كان في إطار الحكم الذاتي علاش الدولة كتفاوض؟ علاش تلاقاو 3 المرات في جنيف؟ التفاوض يعني أن هناك نقاش، ليس هناك أمر محسوم. حنا فاش نقولوا حل تفاوضي يرضي جميع الأطراف، ماشي يرضي طرفا واحدا ضد الآخر. شنو هو أنت في نظرك الحل؟ خصنا نوصلوا ليه في التفاوض. شنو غادي يعطيو؟ حنا ما كنتفاوضوا سميتو واحد. حنا موقفنا هو موقف الأمم المتحدة. لكن كموقف شخصي أنا تنقول لك أنا موقفي كعزيز غالي، تنقول لك موقفي الشخصي. تعتقد أن الصحراء مغربية أم لا؟ الآن لا يمكن فصل بين موقفي وموقف الجمعية. أنا أتبنى موقف الجمعية. لا، ولكن عزيز غالي في الجمعية ماشي مع عزيز غالي أنا كذلك كشخص. قلتي موقف الجمعية مع موقف الأمم المتحدة. طبعا الأمم المتحدة تدعم خطة الحكم الذاتي. لا، إلا كانت تدعم الحكم الذاتي علاش كاين التفاوض؟ كرة سهلة الفيلم، كرة سهلة. تقول أنه خاص يكون الاستفتاء، خص يكون حل أي شيء أسفر عنه التفاوض يرضي جميع الأطراف يلزمنا أو نحترمه. ما كتدعمش في المسألة الأجندة ديال الجزائر؟ لا، ما كندعم حتى حاجة. كندعم الأجندة ديال ولا كتدعم الأطروحة ديال الانفصاليين؟ لا، تنقول لك أنا كندعم الموقف لأن هذا هو المرجعية الحقوقية عندنا. الجمعية تنقولوا المرجعية الحقوقية ديالنا هي المرجعية الأممية. إذا الخرجة غير محسوبة للعزيز غالي. لا، وهذه خرجة لا مسؤولة وخارجه غير متوقعه بكل صراحه، يعني بكل ما تحملوا الكلمه من ولا ما كانتش متوقعه هذه الخرجه هذه. واش اليوم سيد كيتكلم عن الحكم الذاتي بكل اريحيه؟ هذا راه ملف كبير، عنده الناس اللي غيتكلموا فيه وعنده الناس اللي كيناقشوا فيه. من انت باش غادي تجي انت حامل البطاقه الوطنيه وتعيش داخل تراب المملكه المغربيه الشريفه؟ هذا السيد زعزع بالاستقرار الوطنيه، زعزع باستقرار الملكيه بالمغرب.
لا اسمح لي اليوم جميع المواطنين المغاربه وطنيين ملكيين غيورين على البلاد ديالهم، وتجي انت السلام عليكم وعليكم السلام الحكم الذاتي موقف الجمعيه. اسيدي احترمت بهذاك الموقف، نحن غير محتاجون لهذا الموقف هذا. اليوم سيدنا الله ينصرو سي محسن قال في خطاباته الساميه الملكيه ما مره ما جوج ما هذا، هي يا اما ان تكون وطنيا او تكون غير ذلك، فالميساج راه روسي. فاليوم نحن بامس الحاجه الناس وطنيين ملكيين لهم غيره. واش اليوم ملي الصحراء يعني دول كبيره رمزيه الى غير ذلك تعترف بالحكم الذاتي وتعترف بالصحراء المغربيه، وغيجي السي عزيز غالي بكل اريحيه وغيقول لنا سيدي حنا هادشي ما التفاوض جنيف كذا تتكلم يعني. لا اسمح لي، لا شوف السي محسن الله يخليك، اليوم نلتمس من النيابه العامه فتح تحقيق مفصل في هذا الامر هذا، لانه التوجهات ديال هذا السيد هذا او الخلفيات ديال هذا السيد هذا او شنو باغي يدير هذا السيد او علاش باغي يدير حنا ما عرفناش. اذا هذا السيد يشكل خطر واضح باش كيهضر على الملكيه وكيهضر على عفوا كيهضر على الصحراء المغربيه بهذه الطريقه هذه. لا اسمح لي، لا ان مجموعه من المغاربه يعني كلشي تقلق بهذا المعنى. بطبيعه الحال كلشي تقلق بطبيعه الحال. هذا راه امر جد خطير سي محسن، لانه الملف الوحيد ديال الصحراء المغربيه هو ملف واضح لدى جميع المغاربه ما نتناقشوش فيه، وما عندوش الحق، ليس له الحق اليوم باش غيتكلم في ملف الصحراء، لانه ملف الصحراء خط احمر. راه المغفور له الحسن الثاني راه كاع داخل تراب الصحراء المغربيه، راه كاع داخل صلى داخل تراب. وغيجي اليوم جمعاوي والله ما عرفتش كيدير، ما عرفتش شنو كيدير، وغيجي ويقول لك السلام عليكم حكم ذاتي تفاوض كذا على شي تفاوضوا هذا. لا سيدي اسمح لي، لا اسمح لي، راه ملف ديال الصحراء ماشي اللي جا من ولا يتوالى، اللي جا غيطفل وغينوض وغيبدا يهضر لنا على الملف ديالنا. نقول لك انا مني شفت داك الشيء ما صدقتش نفسي لان ماشي لانني باش نبغي نبان خاصني ندير البوز او لا خصني اختلف عن الناس. المساله ديال الصحراء المغربيه مساله مفروغ منها وحسمت على الصعيد الوطني. واش هي مني حسمت على الصعيد الوطني عاد غادي يجي واحد يبدا يقول لنا هذيك الخطابات ديال واحد التيارات اللي كانت في بدايه السبعينات ياك، واللي كانت كتعادي الوحده الترابيه من الداخل. لهذا اللي كنقول ليه هو انه الله يهديك انت مغربي خصك تكون مع المغاربه. واش كاين ربما شي املاءات خارج ديالهم باش ياخذ بيد الاتصال ربما باغيين يحركوا لنا شويه ديال شخصيا ما عنديش معطيات في هذه المساله هذه، وما نبغيش نقول شي حاجه اللي ما عنديش فيها المعطيات. من الكلام ديالو اللي قال راه هو اكثر من الناس اللي كاينين دابايا في المرتزقه ديال البوليس. راه الناس دابا كتسنى باغا تدخل، راه الناس كيتصلوا بينا راه شادين الصف. يعني انه الهضره اللي قال راه ما كيقولوهاش الناس دابا في تندوف، او لا الغالبيه ديالهم ما كيقولوهاش. دونك علاش واش كاين عير حب؟ حيت راه كاينه واحد المساله اخرى اللي هي اكثر من الاملاءات الخارجيه، هو هذاك الحب ديال انني خصني نبان بانني انا راني متميز. هذه راه اخطر، لان هنا كتكون واحد النرجسيه ديال الشخصيه ديال الانسان اللي خصو يكون نشاز على الصوت المغربي اللي كنقولوا ليه هو الله يهديه. المملكه المغربيه لها ثوابت، ولا اقول ظلم ذوي الدار اكثر مراره، ولكن اقول صوت النشاز يعبر عن او يرد يعني الخدمه لمن يخدمهم. اما المغاربه شعبا وحكومه بقياده جلاله الملك الرؤيه ديالنا واضحه، المغاربه اعطوا الغالي والنفيس من اجل الوحده الترابيه، ومنذ قرون يعني
منذ الاستقلال الى استكمال الوحده الترابيه بالتدريج في الاقاليم الجنوبيه، وبالتالي كنعتبروا بان هذه الاصوات النشاز رخيصه، وهذا الكلمه رخيصه كتدل على ان قيمتهم على المستوى الوطني لا شيء، لكن يريدون ان يعودوا الى الواجهه انطلاقا من محاولتهم الخوض في المياه العاكره وخدمه اجنده خارجيه من اجل التاثير على الورش الحقوقي على المستوى الوطني. الخرجة ديال عزيز غالي للأسف اللي صدمتنا كمغاربة خرجة غير موفقة وغير مدروسة وغير محسوبة، لأنه يا إما أن تكون وطنيا أو تكون غير ذلك، يا أبيض يا أسود، ما يمكنش تكون رمادي. تصريح عزيز غالي على الصحراء المغربية اللي صدمنا فيه كاملين كمغاربة، لأن هذا الملف ملف خطير وملف اللي حساس بزاف، لأن الملف ديال الملكية والسيادة ديال المغرب على الصحراء ديالو شي حاجة اللي وطنية لا تقبل النقاش. ملف الصحراء خط أحمر. الحكم الذاتي قال لك أو لا التفاوض، الحكم الذاتي لا نقاش فيه، وموقف المغاربة واضح من مسألة الصحراء، مسألة اللي مفروغ منها منذ قرون. المغاربة عطاو الغالي والنفيس من أجل الوحدة الترابية، باش يجي عزيز غالي يبدا كيتفلسف علينا وكيقول لك التفاوض. رجع كيف ما قلت لكم غير مسؤولة وغير موفقة. القضية الوطنية هي قضية المغاربة كلهم، من شمال المغرب للجنوب ديالو ومن الشرق ديال المغرب للغرب ديالو. لا يجب أن تبقى قضية الوحدة الترابية مجال للمزايدات، ولا يجب السماح في الحقيقة بمثل هذه التصريحات الغير معقولة، تصريحات تقوم بنوع من الفتنة الداخلية ولا تخدم القضية لا من قريب ولا من بعيد. فالقضية الوطنية بشهادة الجميع، يعني العالم ككل، الدول الكبرى والمؤسسات الدولية، وشهادة المغاربة من طنجة للقويرة على أن الصحراء المغربية هي صحراء مغربية، فالمغرب في صحرائه وصحراؤه فيه، والوحدة الترابية للمملكة المغربية بقيادة الملك محمد السادس نصره الله. فالقضية الترابية والقضية المغربية ديال الصحراء كتبقى خط أحمر لا يجب الخوض أو المساس بها، ويجب على القانون معاقبة كل من يحاول الفتنة أو المساس بصحراء المغرب سواء بالقول أو الفعل وتحت أي مسمى كيف ما بغى يكون. هذا الأمر منتهي تماما بعد الخطاب الملكي السامي الأخير ديال الملك محمد السادس في افتتاح البرلمان، وهو اللي قطع الشك باليقين على القضية ديال الصحراء وأنها انتهت، ومسألة ديال الصحراء تم الحسم فيها نهائيا. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، شكرا لكم بزاف على زيارة القناة ومشاهدة الفيديو. ما تنسوش أنكم تدعموا الفيديو بلي لايك ديالكم، جزاكم الله خير، وكذلك تبارطاجيوه مع الناس اللي كتعرفوا، وإلى فيديو قادم إن شاء الله.